تحتل منطقة القرن الإفريقي أهمية كبيرة في الخريطة الاستراتيجية اليوم، لا سيما وأن هذه المنطقة تعد ممرا للنفط والتجارة العالمية، الأمر الذي جعل الأنظار تنتبه إليها من أجل حماية أمنها القومي. فالأمر هنا يشكل أهمية كبيرة لكثير من دول العالم، خاصة تلك التي تمتلك مشروعات استثمارية ضخمة في قلب القارة الإفريقية. ومن هذا المنطلق سعت دولة الإمارات العربية من أجل إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية التي تشكل امتدادا طبيعيا لأمنها القومي، من أجل الزود عن نفسها وعن استثماراتها الضخمة في القارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقة القرن الإفريقي على وجه التحديد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سعت الإمارات عبر شركة موانئ دبي العالمية لإبرام اتفاقية إدارة لميناء بربرة الواقع في منطقة سوماليلاند أو أرض الصومال خلال عام 2016 الماضي. وفي هذا الاتفاق الذي جرى بين الإمارات وأرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال، تعهدت الإمارات بتقديم ما يقرب من 440 مليون دولار من أجل تطوير ميناء بربرة، ليصبح بذلك الميناء خاضعا لإدارة إماراتية صومالية إثيوبية، لا سيما وأن أديس أبابا قد اشترت أسهما في هذا الميناء الحيوي تقدر بنسبة 19% مطلع شهر مارس من العام الجاري. بينما حصل ومع هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارات اشتد غيظ حكومة تميم بن حمد في قطر، وبالطبع حليفه العثماني رجب طيب أردوغان، ومن هنا حاول الاثنان البحث عن أي شيء لإفساد هذه الصفقة التي تشكل تطورا سياسيا واقتصاديا واسعا للإمارات. ولم يكن هناك طريق ممهد أمام أردوغان وتميم أكثر من الضغط على الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد والهيئات الحكومية في جمهورية الصومال من أجل إفساد الخطوة الإماراتية. وقد ساهمت العلاقات التي تربط أردوغان وتميم بالرئيس الصومالي في تحقيق ضغط واسع على البرلمان المركزي في الصومال من أجل إعلان رفضه للاتفاق الذي جرى بين الإمارات وإثيوبيا وأرض الصومال، حيث اعتبر البرلمان الصومالي في شهر مارس الماضي الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الإمارات وإثيوبيا وأرض الصومال لاغية ولا يمكن الأخذ بها. هذه الخطوة التي أقدم على اتخاذها البرلمان الصومالي كشفت حجم الضغوط الهائلة التي تمت ممارستها من قبل حكومتي أردوغان وتميم بن حمد على الدولة الإفريقية التي تشهد واقعا اقتصاديا صعبا، لكن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل سعت الإمارات من أجل مد جسور التواصل مع إثيوبيا بعد تعيين رئيس وزرائها الجديد آبي أحمد ووصوله إلى السلطة، خاصة وأن أديس أبابا طرف ثالث في الاتفاق. التحركات التي فعلها تميم بمعاونة من أردوغان لأجل إفشال هذا الاتفاق كشفت تلاقي الأهداف بين الرجلين في القارة الإفريقية. فتميم